كلمة بسبع حروف بيهزوا كياني. زملكاوي لآخر يوم في عمري، ما اللي رباني كان زملكاوي. واسمع كلامي، أنا جنب النادي ده وعمري ما همني أسامي. ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي. أنا مش بريء لو كان حبك هو كان. مساء الخير وحلقة جديدة معنا النهاردة في برنامجنا هنا. الأهلي انسحب من المباراة، مش عايزين نقول إن هو مرضاش يجي المباراة لكنه انسحب من المباراة. الأهلي ما كانش محضر للمباراة. ليه؟ بدليل إن هو الموضوع ده ما ظهرش بقى. مش عايز اقول لك ان هو ظهر اول امبارح، لا، ده امبارح الكلام ده ظهر امبارح. طب انت حضرتك عندك علم ان الاهلي هيقابل الزمالك من يوم الخميس اللي فات؟ حضرتك من الخميس اللي فات لحد النهارده، خميس جمعة سبت حد اتنين، 5 ايام. انت حضرتك رحت معترض في اليوم الخامس ان هو ايه؟ يوم الاتنين، وقلت انا عاوز حكام اجانب. طب انت حضرتك ليه بتطالب حكام اجانب وانت اصلا مش انت الطرف يعني انت طرف في المباراة لكن انت مش صاحب المباراة. مش انت اللي المفروض ان تبقى عندك المباراة كلها تبقى باسمك. لا، انا صاحب الارض وصاحب المباراة النهاردة كنادي الزمالك، وليا حق اصيل في اني ابقى ان انا طالب بحكام اجانب عشان انا صاحب المباراة وانا ادرى باللي بيحصل كل مباراة. تمام تمام. جه النهارده الاهلي عمل بقى مؤتمر الساعة 11 ونص الصبح. النتيجة بتاعته ظهرت في الساعة 3. قال لك ايه؟ الأهلي بيطالب بحكام أجانب لإقامة المباراة، أو إنه يكون مباراة تأجل. طيب، لا اتحاد الكرة سمعك ولا رابطة سمعتك، تمام. ولكن اللي اتقال واللي ظاهر في الفترة، في الساعتين اللي فاتوا أو ال3 ساعات اللي فاتوا، إن الأهلي كان في الفندق واتقال لهم يلا على المباراة. والأهلي وهو في طريقه عارف إن محمود بسيوني الحكم المصري هو اللي راح الماتش، مش حكم أجنبي. والأهلي كان متبلغ إن هيبقى في حكم أجنبي هو اللي رايح، لكن مش حكم أجنبي اللي كان موجود في المباراة. فالأهلي يبلغ المدير الكورة: يا كابتن محمد شوقي بإذنك خد الفريق واطلع على ملعب مدينة نصر. طب هل طب يا جماعة الماتش، لا، ما احنا ما حدش سمع كلامنا. خلاص يا باشا، الأهلي هيطبق عليه عقوبتين. عقوبتين الأهلي هيطبق عليه: أولا هو خسارة المباراة، ثانيا وهي خصم 3 نقاط من رصيدك. فأصبح أنت مثلا عندك 39 نقطة، لا أنت تبقى 36. طب الزمالك كان عنده 32 بقى 35، فأصبح نقطة واحدة. فالزمالك بينافس حاليا على المركز التاني، تمام. ولكن خلينا بقى، عشان انا في موقف دلوقتي انا مش فاهمه حاليا بصراحه. هو الاهلي خلص خلاص التمرينه بتاعته اللي في ملعب مدينه نصر. طب ايه اللي رجعك تاني؟ اللي رجعك تاني فندق المباراه. فندق المفروض المباراه اللي انت بتطلع من عليها على المباراه. دي حاجه انا مش فاهمها. تاني حاجه، الحكام لسه واصلين النهارده. طب هل المباراه كانت المباراه بكره، ولا المباراه اتاجلت وما بينهم من بعضيهم وقالوا المباراه اتاجلت؟ ما مش فاهم. يعني احنا حاليا عرفنا ان الحكام لسه واصلين حاليا الفندق اللي هم المفروض يبقى نازلين فيه، ولا هم نازلين جولة سياحية ويرجعوا؟ مش فاهمين حاجة بصراحة. وموقف بقى عبثي جدا وكل واحد بيشتغل بدماغه. اتمنى موقف الزمالك يبقى افضل ثابت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.